كنز أثري فرعوني تمكنت وزارة الداخلية من ضبطه مع شخصين في محافظة بني سويف قبل قيامهم ببيعه. وزارة الداخلية قالت في بيان إن تحريات أجهزة الأمن كشفت قيام شخصين مقيمين في مركز الوسطى ببني سويف بحيازة قطع أثرية بقصد الإتجار. عقب تقنين الإجراءات استهدفت قوات الأمن المتهمين وتم ضبطهم، وبتفتيش مسكن أحدهم عثر فيه على عدد من الآثار الفرعونية تضمنت تابوت خشبي بيظهر منه مومياء كاملة ملفوفة بالكتان وتابوت خشبي مغلق، بالإضافة ل4 وجوه خشبية تستخدم كوجوه للتوابيت. وعثر بحوزة المتهمين كمان على 26 تمثال مختلفة الأحجام جميعها عليها رسومات ونقوش تعود للعصر الفرعوني. وبمواجهة المتهمين اعترفوا بقيامهم بالتنقيب عن الآثار قبل فترة واستخراج عدد من القطع الأثرية واحتفاظهم بها دون الإبلاغ عنها بقصد الإتجار فيها. الداخلية أكدت أنه بعرض المضبوطات على مفتشي الآثار تبين أن جميع المضبوطات أثرية أصلية وتعود للعصر الفرعوني المتأخر.